كما كنا من الرذيلة خريبات كذلك هن من النار خريبات. وزينة المرأة العفاف على المرأة التي آمنت بربها وسترت جسدها أن تتقي الله رب العالمين فلا تتبرج بحجابها، فهذا شيء شائن لا يليق. والحجاب الآن قد تبرج، نعم صار الحجاب يحتاج حجابا، فقد تبرج الحجاب، وهذا شيء شائن لا ينبغي أن يكون. فعلى المرء أن يكون واعيا، وعلى المسلم وعلى المسلمة أيضا أن يعرف طريقه إلى ربه. فالحياة منقضية أيها الأحبة، منقضية، ثم هي ليست على الشباب تدوم. ومعلوم أن من تورط في تلك الشهوات عوقب دنيا وآخرة إن لم تصح توبته، ويعود إلى الله العزيز الحميد، فلا بد أن يعاقب، والجزاء من جنس العمل. كما قال الشاعر الحكيم: من يزني في امرأة ب1000 درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. إن الزنا دين فإن أسلفته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. من يزني في امرأة ب1000 درهم في بيته يزنى، في قراءة أو قل في رواية بربع الدرهم، والصواب أن تقول بغير الدرهم، بل ربما دفع له المال جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. واخرج من بيتك فسرح طرفك في المحرمات، واعلم أن محرماتك أنت وحرماتك يسرح فيهن الطرف أيضا جزاء وفاقا. فلا تنتهك، وقف عند حدود العفاف. ولنحاول جميعا أن نجتهد في العودة إلى الله، إن المجتمع إذا منهارت